السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة رايحين نعمله مع بعض طريقة عجينة السمبوسة من الأول، من الألف يعني للياء، من أول ما العجينة لغاية ما نقليها في الزيت ونحشيها وكل يعني بكل حركاتها وتكاتها زي ما بيقولوا. فأول حاجة هنعمله معانا اهو دقيق ومعانا مية وزيت وملح، بس دقيق وملح ومية ومعلقتين زيت بس، ما يعني فيهاش اختراع. هنحط نص كيلو دقيق، طبعا انا حاطه كيلو دقيق، راح اخد نصه كده بالويم يعني كده، نص المقدار الدقيق اللي معايا. انا ما معيراش نص الكيلو، انا فضيت الكيلو كله، فهاخد منه والباقي لسه هنكمل كمان ان نيجي نرج الفطير بتاعت السمبوسة. اديني حطيت النص الكيلو الفطير، نص كيلو الدقيق، نص اهو رشة الملح، 3 معالق زيت، 3 معالق الاكل كده تمليهم بس. وهحط المية حسب العجن، كل ما احط شوية واعجن اشوف محتاجة تاني هحط تاني. والله الطريقة دي لو عملتوها مش راح تبطلي تعمليها في البيت، ومش راح تشتري تاني بتاع السوبر ماركت اللي مغلف ديل اطلاقا تاني، مش راح تشتريه. واتمنى اي حد يتفرج على الفيديو لازم يجرب الوصفة دي، والله العظيم وصفة احسن من مش انا عشان اللي عاملاها، والله احسن من اللي هتشتريها باكيتات من السوبر ماركت. وعن تجربة، وكل حاجة قدامكم اهي، وهحشيها واقليها وكله قدامكم اهو. كل ما اشوف معايا، ما هي طبعا مش هتبقى العجينة طرية، هي هتبقى كده شادة معانا شوية. برضو هحط بالمقدار المناسب مية معايا، هو بس نص كيلو دقيق، المية حسب العجن، 3 معالق زيت، ربع معلقة ملح بس. طبعا انواع الدقيق بتختلف من النوع للتاني اهو. شوفوا اديني خلصت العجين خالص اهو، ما حطيتش مية تانية غير بس قعدت املك فيها العجينة وعلى كده. طبعا اهم حاجة هنسيبها دلوقتي ترتاح، طبعا اي عجينة معانا لازم نسيبها ترتاح قبل ما نشكلها اهو. دلوقتي راح ارش شوية دقيق على السطح، وراح اقطع الكور، كل كورة قد التانية، لازم تبقى ايدك ميزانك، كذا مرة بقولها المعلومة داي. تقطعيهم كده قد البيضة، حسب الجريلا اللي عندك اللي هنسوي عليها الفطيرة بتاعت السمبوسي. عندك جريلا كبيرة، هتحطي هتكبري حجم العجينة. فانا الجريلا بتاعتي يعني شكلها وسط كده، بالوايم كده انا هكد الفطيرة بتاعت يعني كد الجريلا، راح اعمل على كديها ايه قطعة العجينة اهو. في الجريلات كده هتبقى كبيرة خالص، فانتي هتقطعي عجينة اكبر. فانا عشان الجريلا عندي صغيرة هاخد كد البيضة كده. دلوقتي هنعملها نحن طبقات، كأنك هتعملي ايه عجينة البقلاوة، وهترجيهم ال5 طبقات كده، ال5 فطاير بترجيهم مع بعض مرة واحدة، زي ما هنعمل عجينة البقلاوة، الفطيرة بتاعت البقلاوة يعني اهو. وممكن تاخد اكتر من 5 فطاير فوق بعض، بس هو احتياطي مربي يعني تلصق منينا، عشان انا ساعات اعملها 10 فطاير، بس انا هعملها لكم دلوقتي تجربة بس على 5 فطاير، لان انا ما بشتريش فطيرة السمبوسة، احنا بنعملها وحدينا في البيت، لان طبعا في رمضان محدش بيستغنى عن طبق السمبوسة في الافطار. وكل سنة وانتم طيبين. هذا هو ارتاحوا معانا، حسبتهم برضو يجي 4 ولا 5 دقايق كده يرتاحوا، عشان ما يصعبوش معاكي في الفرد. وهتفرد الوحدة بس كده يعني قد 6 سنتي طولها اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا معايا، مش راح افردها كتيرة يعني قوية، مش هرججها خالص، بس راح افردها شوية كده على شكل مربع، دلوقتي على شكل مدور. وكذلك لغاية ما اقفل ال5 وحدات كده كلهم هرجهم اول حاجة، وبعدين الخطوة التانية هوريكم هنعمل ايه اهو. لازم تعمليهم حجم واحد.
لازم تعمليهم حجم واحد، يعني ما تنفعش احنا طبعا عشان عاملينهم قطع العجين قد بعض، فهنرجهم برضو قد بعض. انا مش راضية اقطع معاكم الفيديو يعني وارج واجي، انا هوريكم كل خطوة قدامكم عشان ما تقولوش دي فطيرة جاهزة ولا اي حاجة، كله قدامكم اهو. وهتعذروني يعني عشان الفيديو راح يطول شوية. فضلش غير واحدة، لازم نعمل 5 وحدات. انا برجهم فوق بعض هتبقوا 10 فطاير فوق بعض، بس انا دلوقتي راح اعمل نص الكمية بس 5، وهنعمل عليهم تجربة ان شاء الله. برضو اخر واحدة اهي، كلهم هم زي ما انتوا شايفين عاملاهم قد بعض. العجينة طبعا عشان مريحينها اهو زي ما انتوا شايفين بتتفرد معانا، مش بترجع تاني. لو كانت مش مرتاحة العجينة كنت اول ما تفرديها كده تلقيها رجعت تاني، فلازم اول ما تكور القطع وتقسيهم مقاسات بعض تسيبيهم يرتاحوا على اقل 5 دقايق. اهو احنا دلوقتي خلصنا اهو. هنبدأ ايه؟ طبعا معانا الزيت، هنحط على كل فطيرة معلقتين زيت كبار، معلقتين زيت كبار اهو. لازم تدهني الفطيرة كلها زيت من اولها لاخرها كده زي ما انتوا شايفين. احنا طبعا مش بتوع معالق، انا راح اعمل بيدي اهو. وبعد كده هرش كل دقيق اللي دهنته زيت، هكب دقيق كتير اهو. ايد فيها زيت وايد التانية هرش بيها دقيق، وبعد كده هحط التانية كمان هكب زيت برضو. دي زيت عادي يا جماعة، دي قزازة زيت زيتون بس انا بحط فيها الزيت اهو. برضو المرحلة التانية برضو دقيق. اهم حاجة تكتر الزيت علشان طبقة الدقيق تتشرب، وهي دي هتعمل لك الفاصل في العجينة عشان منها تيجي تورقي الفطيرة تلقيها مورقة معاكي ما تلصقش. برضو زيت في السطح الاخير، حابة تحطي حطي، مش حابة ما تحطيش. من اخر واحدة استني حوريك، كلهم زي بعض اهو اهو. برضو هنحط الزيت، اهم حاجة يكون زيت كتير اهو. برضو دقيق دقيق برضو لغاية ما نغطي خالص الفطيرة. دي اخر وحدة، حابة تسيبيها على كده خلاص، مش حابة انا ممكن ما تحطيش لان ممكن تلصق الشبه ما تعرفش تتفرد معاك، بس انا راح احط اهو زي ما انتوا شايفين اهو. دول ال5 فطاير اللي حطيناهم قدامكم مع بعض اهو، دول 5. طبعا انا معايا جريلي هوريها لكم، بس كمان استنوا افرد الفطيرة. حاولي على قد ما تقدري تعمليها ايه مستطيل علشان هنقطعه ما تهدريش لو كانت مربعة هتهدري كتير في العجينة، بس حاولي على قد ما تقدر تخليها مربعة مستطيل اهو. زي ما انتوا شايفين انا برضو بحاول اهو اعملها ايه مستطيل او مربعة اهو. تاخدي من النص لبره، من النص لبره علشان تبقى كله مستوي اهو. زي ما انتوا شايفين اهو من النص لبره. دي هتغنيكي طول رمضان والله العظيم، والله العظيم. شوفوا اهو، دي نص كيلو عمل معايا، هيعمل معايا كمية قد ايه ان شاء الله هتشوفوا، لان انا بعمل على طول قبل رمضان كمية زي كده وهعينها في اكياس. دي معايا جريلا اهو، هحطها على النار اهو، تخليها لغاية ما الجريلا تسخن شوية كمان، وبعدين تروحي لفة تكون الفطيرة اللي رجتيها دي وراح تحطيها على ايه، على الجريلا اهو. طبعا 10 ولا 30 ثانية هنا من الناحية دي، و30 ثانية من الناحية التانية. 30 ثانية من الناحية دي، وبرضه عشان انا الفطيرة كبيرة
طبعا لازم اعمل الجناب كلها لان انا ماسكة ربعها في ايدي اهو، لان الجريلا صغيرة. شايفين؟ لازم تسويها الجناب كلها عشان ما يبقاش فيها ني ومستوي معاك اهو. اهو برضو ما احنا مش عايزين تاخد لون، عايزينهاش تاخد لون بس تتشمع معانا بس. زي ما انتوا ملاحظين اهو ان انا ايه، ما بخليهاش تتحرق ولا تاخد لون معايا، بس تتشمع معاك كده عشان ما تبقاش العجينة نية. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا بقلب من الجهة دي للجهة دي. طبعا البوتاجاز اتبهدل من الدقيق، دي سهلة بقطعة خلقة كده فوطة لينة، خلاص هتمسح معاك الدقيق ده كله اهو. عشان انا كبرت القطع العجين معاي، والجريلا بتاعته صغيرة زي ما انتوا شايفين هي، يعني مش صغيرة قوي، بس انا هي كبرت العجينة معايا دلوقتي، هي خلصت راح ألمها واحطها على رخامة المطبخ معايا، ولا كان الترابيزة اللي هعمل عليه اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، هقطع دلوقتي ايه، احوش الاطراف علشان انا عايزة ايه الفطيرة تبقى مربعة، مربعة او مستطيل طويل. هتبقى برضو ايه بايدك كده، هتشوفي حجم السمبوسة اللي انت حباها، هتقطعي على كديها دلوقتي. بس الاطراف دي طبعا مش رايحين نرموها، دي مش رايحين نرموها، احنا بنرميش اي حاجة، مش رايحين نرمي الاطراف دي خالص. الاطراف دي راح اعملكم بيها طبق ممكن تعملي بيه آم، الفتة، السلطات اللي هتحتاج خبز محمص. دي الفتافيت دي ولا الأطراف اللي رميناها ده اللي قطعناها مش هتترمي، دي هتحمصيها أو تقليها، هتحطيها زي ما قلتلك في الفتة، أو أي سلطة بتحتاج عيش محمص، أو أي وصفة معاك بتحتاج عيش محمص هتحطي منه هو ده، هتحمصيه أو تسيبيهم في كيس تحطيهم في التلاجة. أنا دي قطعت أول وحدة، وباخد عليها كله كده واحط، اقطع على حجمها هي زي ما انتوا شايفين اهو. كل واحدة اول ما واقطعها واحطها على التاني كأنها مسطرة، هي دي معايا اللي بقيس عليه اهو. دي فطيرة واحدة اللي عملناها مع بعض اهي. طبعا انا ما رضيتش اوريكم باقي الكمية النص كيلو دقيق، فرجيت شوية انا وسويتهم وهنقطعهم اهو مع بعض. شايفين؟ شايفين بتطير ازاي؟ لسكش معانا لان احنا حطينا زيت كتير وحطينا دقيق، مش راح تلصق عمرها معانا، وهي الفطاير الجلاش اللي بتشتريها من المحلات اهو. شوفوا بسرعة هي هتتشد معاك ازاي. وتاني مرة محدش يطلع يشتري من السوبر ماركت فطاير الجلاش، فطاير السمبوسي اهو. شايفين شبهها ولا مش شبهها؟ شبهها ولا مش شبهها؟ وموفرة. شوفوا نص كيلو دقيق عمل معاكي قد ايه، عملت يمكن كيلو سمبوسة اهو، فطاير كيلو. وشوف انت بتشتريه بقد ايه من برا. طبعا انا دلوقتي ايه معصجة لحمة مفرومة. طبعا احنا كلنا اساتذة في تعصيج اللحمة، فانا ما حبيتش اوريكم، فمعصجة شوية لحمة معانا هم، وحوريهم لكم. بس استنوا اوريكم كل الفطير. عمرو بتقولوا كله شابك، لا كله مش شابك اهو، ولا مفيش حاجة لازقة، مفيش حاجة لازقة اول. بس ما بس اهم حاجة الحركة دي ما تعمليهاش غير لما ايه تسيبي العجينة ايه، الفطيرة اول ما تحشيها من الجريلا تسيبيها تبرد شوية، سيبيها تبرد عشان تشد معاكي زي ما كده تلقيها على طول. شايفين؟ انا هخلص لك من الكمية كلها اهي. شايفين اهو بتشد ازاي اهو. كمان اعمل كمان ولا كفاية؟
والله العظيم كل حاجة اهي قدامكم عاملينها. طبعا هم اللحمة المفرومة، طبعا دول معلقتين دقيق، احنا عارفينهم دول الصمغ اللي بنقفل بيه السمبوسة في الاخر، معلقتين دقيق والباقي مية، وهتعجنيهم كده. دي ايه المادة اللاصقة اللي هنلصق بيها اللي هنلصق بيها يعني السمبوسة اللي بنلف اهي. اهو معلقتين دقيق وهنحط الباقي مية. دي المادة اللاصقة بتاعت السمبوسة، لازم قبل ما تقليها تعملي لها اللصق، المادة اللاصقة دي عشان ما تتفكش منك معاكي في الزيت يعني. اهو دلوقتي رايحين نلفه مع بعض. طبعا كلنا عارفين اللي في السمبوسة برضو، شايفين اهو الفطيرة اللي احنا عملناها دلوقتي معاكم، الشكل اللي جاهز بالظبط. هتاخدي كده تطويها زي مثلث اول حاجة، وبعدين هتطويه تاني. اهو وبعد كده هتمشي ورا المثلث تقفليه. اهو شايفين ازاي؟ اهو هتمشي ورا المثلث وحده هيتقفل معاك. وفي اخر حاجة رايحين نحط ايه؟ المادة اللاصقة اللي احنا عملناها. حسب الحجم اللي انت حابة تعمليه. حابة السمبوسة تبقى الوحدة بتاعتها كبيرة، رايحين نقطعه ايه الحجم كبير. حباها تبقى اصغر من الحجم اللي احنا مقطعينه ده، هتعمليها اصغر كمان برضو. اهو اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هقص الحتة اللي على الجنب دي، دي انا قطعتها لكم بايدي، بس انتوا بقوا ايه عشان الشكل يبقى متناسق وجميل قطعوها بالسكينة. هخلص الكمية كلها انا عشان ما يعني ما نضيعش الوقت. اهو هعمل لكم كام واحدة بس قدامكم كده تشوفوا. عملتها زي تعمليها زي القرطاس الاول، شايفين انا عاملاها زي القرطاس يعني ازاي. اهو وبعد كده همشي وراها هيتقفل وحده المثلث. اهو شوفوا. اهو برضو قطعتها بايدي، يبقى اقطعوها انتوا بالسكينة يا جماعة. اهو وده هو بعد ما عملت الكمية كلها. طبعا فضلت معايا عجين السمبوسة، لان انا هحتفظ بيها الباقية رمضان، هنحشوها حشوات مختلفة تاني في رمضان. انا حشيت لكم دلوقتي الحشوة التقليدية اللحمة المفرومة اللي كلنا هنعملها، بس لا في حشوات تاني كتير جدا ان شاء الله رايحين نحشيها بس في رمضان. طبعا انا معايا علبة اهو، دي كانت بتاع السمبوسة برضو، كنت مشترية بيها فطيرة السمبوسة قبل ما كنت يعني من زمان، ليها فترة قاعدة معايا، بس انا استغلتها وسبتها معايا. شايفين اهو الفطير، فراح احطه فيه وهحطها بكيس تاني غلفها، وبعد كده هحطها ايه في الفريزر. وقبل ما اجي اسويه قبل الفطار بنص ساعة واكون مجهزة الحشو، حابقى نطلعاها يعني قبلها بساعتين. وهو شوفوا بتتقفل بكل سهولة طبعا، بس قدامكم هي مش راضية تتقفل، فراح اخليها على كده وهحطها في كيس واحطها في الفريزر. دلوقتي ايه هنبدأ نقلي السمبوسة اللي احنا لفناها مع بعض اهو. طبعا انا حاطه زيت، لازم السمبوسة يا جماعة تقلوها في ايه زيت نظيف، ما ينفعش يكون في زيت قليه في حاجة وتروحي تيجي تقلي في حاجة تانية هتديكي لون وحش. وطبعا ايه لازم تكوني مهدية النار، اول طبقة يعني بتبقى هتتحروق منك، بس لا ان شاء الله احنا مش هنخليها تتحروق، هطلعها بسرعة اهو. شايفين يعني الفقاقيع دي اللي عاملاها الفطيرة دي بتدل على ان ايه العجينة ناجحة. شايفين؟ بس ممكن عشان النور اللي زايد ده مش باين واضح معاكم. اهو شايفين عاملة ازاي؟ يا دوبك دي تتعمل قبل الفطار يعني على طول، لانها شوفوا ما تاخدش وقت. دي حطيتهم في الزيت وبطلعهم على طول، ورغم انها موطية النار مش بتحتاج وقت. يعني انت 5 دقايق هتبقى مخلصة كمية كتيرة إن لما تعمليها قبل الفطار عشان تبقى سخنة. او لو كنت حابة تقليها يعني عشان ما تزحميش نفسك قبل المفطر،
راح يعني تعمليها قبل الفطار بساعة، وقبل ما تيجي ما تحطيها يعني في صينية كده وتحطيها في الفرن هتسخن، وبعد كده تحطيها في طبق التقديم. اهو ما بتاخدش وقت معاني وبتطلع بسرعة. طبعا دي الحلة المفضلة اللي انا بقلي فيها يا جماعة، لانها حلة صغيرة كده انا مخليها للقليه علشان ما بتاخدش زيت معايا وما بهدرش زيت كتير. انا عاملاها مخصوص للقليه، ما بطبخش ولا بعملش فيها اي حاجة ولا بس بقلي فيه. اهو بتشيلش غير 4 يعني بالعافية. اهو شايفين عاملة ازاي. ان شاء الله في رمضان راح اعملكم الحشوات كتيرة جدا للسمبوسة. انتظرونا ان شاء الله، انتظرونا. وبتأسف عشان الفيديو طول شوية، بس والله العظيم عشان اوصلكم المعلومة صح زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هو الاطراف شايفين اول حاجة بس السمبوسة، شوفوا ده هي دي السمبوسة اللي عملناها مع بعض، شكلها شيك وطبق مفضل في رمضان. طبعا كله لازم كل يوم هنعمله طبق شكل. وشايفين ده هي دي الاطراف بتاعت السمبوسة اللي مش رمينا ولا اي حاجة. حمرت لكم شوية، بدي ترش عليهم شوية كمون بشوية توم كده ومقبلات جميلة. وهو الطبق ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الطبق طبعا لازم تعملوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب. واهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة تجربوا الطريقة. والسلام.